هاد القصه اللي غتسمعوها في هذا الفيديو مرعبه وكتضر في الخاطر، ولكن راه حقيقيه. كيمبرلي ديجونج، واحد البنت اللي في عمرها 18 عام، سنه 2008 كانت خدامه في واحد المتجر اللي يبيع المواد الغذائيه في ولايه ميسوري، وكانت نوبتها في الخدمه كتكون في اغلبيه الاوقات بالليل. واحد الليله كانت تقريبا ديك 2 ديال الصباح، غادي يدخل المتجر واحد الراجل اللي كان في اواخر الثلاثينيات، وبدا كيدور في وسط المتجر واخد راحته. شويه غادي يمشي لعندها وغادي يبقى يسولها: واش خدامه غير بوحدك بالليل؟ واش ما كيجيكش الخوف؟ البنت ما ارتاحتش لهاد الاسئله ديالو وقالت ليه: لا، حنا راه كنخدموا بزاف بينا. من موراها السيد خرج من المتجر وغد ليه غادي يرجع، ولكن هاد المره رجع مع 8 ديال الليل، وعاود ثاني بدا كيتسارى وسط المتجر واخد راحته. وملي البنت سولاتو واش محتاج لشي مساعده ما جاوبهاش وبقى ساكت. فهي في ديك اللحظه فكرت انها تتصل بالبوليس، ولكن بقات متردده وقالت: يقدر نكون غير ظالمه السيد. شويه السيد غادي يطلب منها تعطيه واحد العصير، وملي كانت غاديه لجهه الرفوف اللي فيهم العصير وسولاتو على اش من نوع بغا، غادي يشدها بقوه من شعرها وجبد عليها واحد الجنويه. البنت بالخلعه نزلات للارض ودارت يديها على وجهها وقالت ليه: خذ اللي بغيتي غير ما تادينيش. فهنا غادي يمشي لجهه الفلوس وغادي ياخذ كاع داكشي اللي تما، ورجع عند البنت وهنا غادي يسولها على البلاصه فين كاينين الكاميرات. فهنا البنت جاوباتو وقالت ليه: ما عرفتش. في ديك اللحظه غادي يدوز ليها على عنقها بداك الجنوي وخلاها غارقه في دماياتها في الارض، ولكن كانت باقه حيه. هو ملي لاحظ انها باقه كتنفس غادي يرجع ليها مره اخرى ويعاود يكمل عليها بنفس الطريقه، ومن بعد غادي يخرج من المتجر. ولكن اللي ما كانش عارف ان كيمبرلي كانت باقه عايشه. وغادي يطلع الصباح والبنت مازال كتقاوم، وملي شافت راسها مازال قادره تتحرك هزات يديها لجهه عنقها وبقات ضاغطه على الحنجره ديالها وهي غاده وكتزحف حتى قربات توصل للباب ديال المتجر وهي يبان ليها شي حد داخل، ولكن هاد المره كان غير زبون جاي باش يتقدى. فملي شافها في ديك الحاله غادي يعيط على الاسعاف والبوليس اللي جاو في الحين، وفعلا كانوا مصدومين حيت البنت لقاوها خسرت بزاف ديال الدم ومع ذلك بقات مازال حيه. كيمبرلي كانت العمليه ديالها صعيبه بزاف وقالوا ليها الاطباء باللي محال واش تقدر تهضر مازال، ولكن للقدر راي اخر. كيمبرلي من بعد سيمانه خرجات من المستشفى ورجعات كتهضر من جديد، وطبعا بالاعترافات والمساعده ديالها غادي تشد المجرم اخيرا، واللي كان الاسم ديالو كيف وفي عمره 38 سنه. غادي يتحكم عليه بالمؤبد، ولكن غادي يموت في الحبس بسبب سكته قلبيه وهو في عمره 43 سنه. من بعد هاد الاحداث كيمبرلي تشهرت بزاف وباقا ليومنا هذا كتعاود قصتها في برامج تلفزيونيه معروفه.